عامله ايه؟ كامل العدد بلس منوره الكرفان. انت اللي منور الكرفان. ايه الكرفان ده وبيمثل لك ايه اصلا؟ بيتي التاني او الاولاني، يعني هو بقى بيتي اكتر من اي حاجه، لازم اكون مرتاحه فيه. وانا اصلا بحب الكرفان قوي من ناحيه ان انا ايه البرايفت اريا بتاعتي كده، الكومفورت زون بتاعتي، اجيب الناس، اجيب صحابي، انا بقيت اخرج في الكرفان. جيران الكرفان اكتر ناس معاكي في الكاست بيعملوا جو وكده وعلى طول مع بعض يعني. بص هو كلهم، بس يمكن اكتر حد بعمل معاه جو كده ممكن اقول لك دي نجمة التيك توك اللي جيسيكا بتحب تعمل معاها تيك توكس جدا كده. ايه اكتر تيك توكس بتحبي تعمليهم بما انك في مسلسل طبعا حصل لك مشاكل بسبب التيك توك؟ لا هي بتيجي ازاي، هو دينا مثلا تبقى عاجبها ساوند قوي، يعني مثلا تيك توك بتاع بهاء سلطان هي كان عاجبها جدا الاغنيه، قالت لي احنا عايزين نعمل ساوند مش عارفه ايه، بس عملناه كده. انا مثلا عاجبني ساوند دينا، بقول لك بصي الرقصه دي تحفه يلا ونعملها كده، بتيجي كده. البريك بتاعك بقى كان ايه البريك بتاعك النهارده كانت سوشي ده this is your favorite عامة بريك كده اكتر حاجة؟ one of my favorites، مش my favorite قوي يعني. تاني حاجه my favorite حمام. اوكي حلو ما اقولكش حلو جوعتيني والله. دلوقتي يا جيسيكا امينه بقى كده، دلوقتي امينه سيزون 1 2 3 ايه الحاجه اللي في شخصيه امينه في سيزون 3 حاسه ان هي مختلفه عن قبل كده في الكاركتر؟ الحاجه اللي احنا ممكن نتفق ان هي على طول بتبقى في امينه، ان على طول امينه اكستريم في الحلو او في الوحش، يعني بتأفور قوي في كل حاجه هي بتعملها. فانا بالنسبه لي ان الاختلاف اللي حصل لامينه ان هي اتعلمت من غلطها، فانا حاسه ان امينه هديت وعقلت ونضجت فكريا، بس برضه بطريقه اكستريم في حته تانية. احنا معانا شويه ايه اسئله من الجمهور كده. ايه اكتر مشهد كوميدي كان هو يور فيفورت في سيزون 1 و 2؟ المشهد نفسه كوميدي ولا الكواليس بتاعتها؟ الكواليس بقى قاعدين بتضحكوا او كان لذيذ قوي؟ ما اعتقدش حد هيبقى فاكره غير انا كنت فاكراه ومعلق معايا قوي، عشان الناس خدته وحطت عليه اللي هو ايه لما اتكلم حبيبها مش عارفه ايه. هو كانت بتكلم إيه حد إيه، المهم ان هو اللي جاب لها الحفله ومش عارفه ايه وبتاع، وبتكلمه هو ده المفروض المانجر، فهي بتكلمه مبسوطه وعماله ترقص وهي بتكلمه، وده كان بيمثلني انا في الحقيقه، انا ممكن ابقى بكلمك عادي جدا وعماله ارقص وانا مبسوط هموت من الفرحه. بالظبط. ايه موضوع التسعينات ده واحنا في التسعينات؟ هو كان عايزني اتريق على جنريشن، اوكي، فانا قلت له ينفع اقول تسعينات؟ قال لي قولي تسعينات. كانت فكرتك؟ كانت فكرتي، بس انا ما كنتش اعرف ان هي تبقى في حاجه كومن كمان بين زي حته الهايبره دي، حاجه كومن بين شخصيه جيسيكا وشخصيه امينه. هتساعد يعني انت جيسيكا اللي معاك دلوقتي دي مثلا ممكن نحب نقول ان هي مهايبره دلوقتي عادي، مش انت مع اجمد برنامج في رمضان جوه الكرفان مع مجازات زي ما بيقول كده. جيسيكا بتعمل ايه غير كامل العدد بلس؟ بس احنا هنا في كرفان كامل عدد بنعمل كامل عدد، هناك منتهي الصلاحيه كاركتر فرح وعلى شاهد برضه. هقول لك امينه مثلا بقت بوهو، بتحب اليوجا، بتحب ان هي يعني ايه تحمي البشريه، بتحب كل حاجه تبقى ريسايكلينج تحب ان هي تحمي البشريه. فرح بنت عاقله حبيبه كده، فاهم؟ لا خلاص فين الكرفان اللي احنا فيه ده؟ ماله اتوبيس ماله هيروح نص الصحراء ومش هينفع تاخدي معاكي غير حاجه واحده وشخص واحد، ايه هي الحاجه ومين هو الشخص؟ انت بتريق سسبنس قوي. استنى ايه هي الحاجه؟ الشخص ممكن اقول لك مامتي، لان مامتي على طول معايا في التصوير. طبعا والله العظيم. ايه بقى الحاجه اللي هتاخديها معاكي او حاجات يعني براحتك؟ حاجات كرفانك كل اللي انت عايزاه. ده لو حاجات بقى اخد معايا بقى، اخد معايا صحابي، اخد معايا حصاني، سماعه مثلا تاخدي معاكي. اخد حلو منك، هاخد معايا سماعه لان انا بحب الرقص جدا، ففكره بقى ان انا برقص وراكبه حصان ومعايا مش عارفه ايه، بس بعمل كل حاجه. بس دي شخصيه ثالثه بقى تعملها رمضان الجاي ان شاء الله. انتظروها.